السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. الوصفة ديال اليوم اللي هي عبارة على الكعب الغزال. الوصفة غادي تقاسمها معكم الخالة ديالي، هي اللي تقاسمت معايا هاد الطريقة ديالها في تحضير الكعب الغزال. لي كوموند يعني تبارك الله كدير لي كوموند. مطلوب عليها بزاف هاد الكعبة. كنتمنى الوصفة تنال اعجابكم والطريقة. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه بالنسبه للوز، فاحنا عندنا هنايا كيلو ديال اللوز اللي من طبيعه الحال في السخنه كديروا فيه الماء طايب وتخليوه حتى دوز فيه واحد الغليه، ومن بعد كتفسخوه. بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيعرفوش، كتحيدوا له هذيك القشره ديالو وتخليوه ينشف. ما ينشفش بزاف وما تخليوش عاوتاني يكون يعني فازك، تخليوه ينشف واحد شويه. نشروه هكا فوق شي زويف ولا هكايا، وكاين اللي كيخليه ليله كامله. المهم من بعد كطحنوا كيلو، عندنا كيلو ديال اللوز كنطحنوه مع نص كيلو ديال سنيده. كتبقاو تلوحوا سنيده واللوز وانتم كطحنوا حتى كيتطحن وكيولي على هذا الشكل هذا. من بعد دابا كما كتشوفوا الخاله ديالي، آه فهي كتزيد ليه زيت ماء الزهر، كتزيدوا ليه ماء زهر والزبده سبيسيال 60 غرام ديال الزبده، اللي هي 2 معالق كبار تقريبا ديال الزبدة. بالنسبة للزبدة هي راه كتخدم الزبدة سبيسيال، يعني زبدة حيوانية اللي كتكون يعني نوعية جيدة. صافي هنايا بعد ما غادي تخدم مزيان هذيك العقدة، ما تكونش العقدة عاوتاني جارية وما تكونش قاصحة بزاف. المهم تقريبا 4 كاس ديال الماء زهر وعلى حساب. صافي هنايا كما شفتوا غادي تخدمها مزيان حتى كتندمج هذوك المكونات اللي زدناها، هذيك الزبده وما زهر. صافي ومن بعد غادي تغطيها وتخليها ودوز باش توجد معكم العجين. كما شفتوا هذا هو القوام ديال العقده ديال اللوز، كتكون على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. هنا غادي ندوزو باش نحضروا العجين ديال الكعبه اللي غادي نحتاجو ليه. بالنسبه واحد الملاحظه، بالنسبه كما شرحت ليا هي، فراه يعني الكعبه اللي كتكون منقوشه فراه كدير فيها 600 غرام ديال الدقيق. يعني 600 غرام كتصاوب لكم يعني كيلو ديال العقده. 600 غرام ديال الدقيق على حسب يعني اللي منقوشه، باش تلقاو يعني فين يشد هذاك المنقاش. اما بالنسبه اللي بغى يديرها عاديه ما تكونش منقوشه، فراه غادي يدير 500 غرام ديال الطحين. يعني كتزيدوا ديك 100 غرام على حسب اللي كتكون منقوشه. خاصها تكون شي شويه العجينه ما تكونش رقيقه بزاف باش تلقاي فين تشد هذاك المنقاش. صافي هنا كما شفتوا قلنا هنا غنديروها حنا منقوشه. الكوموند ديال اليوم السيده اللي بغاتها تكون منقوشه. عندنا هنا 600 غرام ديال الدقيق الفورص الخاص بالحلويات، وزدنا عليه 160 غرام ديال الزبده سبيسيال اللي تكون مذوبه، زائد قبصه ديال الملحه، زائد 2 معالق ديال الزيت، 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه، و2 معالق كبار ديال العسل. وبالنسبه للعجين فراه حنا ما كندلكوش. بالنسبه للعجينه فراه حنا كنخلطوا يعني الكاس كنخلطوا ما بين الماء وشويه ديال الماء زهر وكنعجنوا به. اذا كان خصكم الماء راكم كتضيفوه. وبالنسبه للعجينه راه ما كتدلك ما والو، يعني مجرد انكم غير تجمعوها باش ما تبقاش ملي كتعجن بزاف وتدلك هاد العجينه ديال الكعبه كتولي بحال لاستيك، ما كتعطيكمش الطعم في الخدمه. صافي هنا دزنا عاوتاني العقده، حنا كنعبروها. هي كدير في كل يعني في كل قطعه كدير فيها 17 غرام. كما شفتوا راه هنا الميزان باش هي تبارك الله عليها راه كتخدم بلا ميزان، غير باش نوريوكم حنايا. بالنسبه للعبار هي صافي عندها العبار في يديها بحكم يعني الخدمه. صافي هنايا كما شفتوا هذيك العجينه كديرها على شكل هكا، على شكل بودان كبير، وكتبقى ترققها في الاول بالمدلك. من بعد كدوزها في هذيك الماكينه اللي كترقق العجينه. هذه الماكينه كتعاوننا بزاف. ممكن اللي ما عندهاش الماكينه ترققها غير بالدلاك، ولكن غتاخذ ليها شويه الوقت وشويه المجهود. الماكينه كتساعدنا بزاف وكتوفر علينا الوقت وتوفر علينا حتى المجهود. صافي كترشوه مزيان العجينه ديالكم بالدقيق باش ما تلصق لكمش في الماكينه. صافي ومن بعد غادي دوزها في هذيك
الماكينة ترققها، وهانتوما غادي تشوفوا معنا الطريقة باش تصاوب الكعبة. راني حاولت باش نصور لكم كاع لي ديتاي. بالنسبة يعني المبتدئات فاش ما غاديش ديروا هاد العجينة تكون طويلة بزاف باش ما تغلبش عليكم، كديروا غير القياس ديالكم، ومن بعد تعاودوا عاوتاني تزيدوا العجينة. دابا غادي تعاود ترققها. والعقدة والعجينة الاخرى اللي بقات دائما غطيوهم بالبلاستيك باش ما ينشفوش، ضروري تغطيوهم. صافي هنايا غادي تدوز باش تشكل معاكم الكعبة. هنا بالنسبة للخدمة كما شرحت ليا، فاش تكونوا فاش تصاوبوا هكا الكعبة ديالكم، كتصاوبوا هكا 5 د الحبات صافي، وكدوزو كتنقشوهم عاد عاوتاني كتبداو تصاوبوا عاوتاني واحد 5 د الحبات الاخرين، يعني ماشي تخليو حتى تصاوبوها كاملة عاد ترجعوا تعاودوا تنقشوها. ملي كيضربها البرد صافي راه ما كتبقاش يشد فيها داك، ما كتبقاش تعطيكم الطعم الخدمة مزيان. وبالنسبة للتشكيل ديال الكعبة، راه حاولت انني نصور لكم بزاف ديال المقاطع باش هكا تاخدوا فكرة.
أنا كما كتشوفوا معانا بعد ما سلينا الكعبة كاملة، فراه كتغطيوها إلا كنتو خدمتوها الصباح تخليوها حتى الليل وطيبوها، وإلا خدمتوها بالليل تغطيوها بشي زويوش وتخليوها حتى للصباح عاد باش طيبوها، باش هكدايا كتشم عليكم وكتجي زوينة. بالنسبة هداك ضروري تثقبوها هكدايا بشي إبرة، تعقموا الإبرة بالعافية ومن بعد هكا تثقبوها في هاد البلاصة كما كتشوفوا. صافي ودخلوها للفران طيب. بالنسبة للتحمير ديال الكعبة فراه على حساب الكليان شنو بغا، على حسابكم نتوما شنو كتبغيو. إلا بغيتوها محمرة تكون هكا مدهبة وتتخليوها هكا كتبقى بيضة، فداكشي كيرجع ليكم نتوما على حساب شنو بغيتو. من بعد ما كطيب الكعبة فراه حنا ضروري كندوزو عليها الناباج، ضروري كدهنوها بالناباج. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها، راه كتجي رائعة. نتمنى الوصفة ديالي تنال إعجابكم. إلى اللقاء.